في شخصيات بتعدي علينا في حياتنا مستحيل ننساها. ممكن نكون فاكرين لهم كلمة، أو ممكن نكون فاكرين لهم جملة، أو حتى موقف أو حدث معين حصل، والموقف والحدث ده يكون راسخ في ذاكرتنا ومستحيل ننساه حتى مع مرور الزمن. شخصيتنا شخصية استثنائية، كان ليه دور فعال وبارز في المجتمع النوبي وفي أي مجال من مجالات حياتنا، سواء المجال الرياضي، المجال التربوي، المجال الثقافي، الاجتماعي، السياسي، في كل مجالات حياتنا. شخصيتنا فريدة من نوعها وتعددت ألقابها، وفي اللي أطلق عليه لقب المعلم القدير والكابتن الحريف والإداري البارع والسياسي المحنك والاجتماعي الفذ. النهاردة هنطلق عليه لقب الإنسان رجب محمد أحمد يعقوب، والشهير برجب رفاعي. رجب رفاعي من مواليد 9/8/1942 بالقاهرة، وده لظروف عمل والده في القاهرة في الوقت ده. وزي كتير من آبائنا وأجدادنا اللي كانوا بيفضلوا إن أولادهم يعيشوا مراحل طفولتهم الأولى في بلاد الذهب في النوبة عشان يتعلقوا وجدانيا بالنوبة. ومن المنطلق ده الطفل رجب رفاعي انتقل من القاهرة إلى قريته جورتا في النوبة القديمة عشان يعيش أولى مراحل حياته وطفولته في ربوع قريته جورتا. وبعد ما بلغ سن دخول المدرسة التحق بمدرسة الكنوز الابتدائية بجورتا، وهنا بدأت حكايته مع الكورة وبداية حبه وعشقه للكورة، وبدأ يمارس هوايته المفضلة ما بين شوارع ونجوع جورتا. ولما بلغ سن دخول المدرسة الإعدادية التحق بمدرسة جورتا الإعدادية، وهنا تبدأ مرحلة جديدة لرجب رفاعي مع معشوقته كرة القدم، مرحلة أو بداية نضجه الكروي أو مرحلة لعب الكورة بشكل تنافسي، وده من خلال دوري المدارس الإعدادية في بلاد النوبة القديمة. وفي بلاد النوبة القديمة كان في 5 مدارس إعدادية كانوا بيتنافسوا ما بينهم وبين بعض، مدرسة جورتا الإعدادية ومدرسة عنيبة ومدرسة الدر ومدرسة أرمنة واخيرا مدرسه الدكه الاعداديه. كان فريق مدرسه جورتا من اقوى الفرق في بلاد النوبه القديمه، ودايما بيجي في المركز الاول ما بين مدارس النوبه، بل في سنه 1959 فازوا بدوري المدارس على مستوى محافظه اسوان ومثلوا محافظه اسوان على مستوى مدارس الصعيد. الفريق وقتها كان بيضم لعيبه على درجه كبيره من المهاره، وكان بيجي على راسهم الكابتن رجب رفاعي، وكان بيزاملوا في الفريق اسامي كتير نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر ومع حفظ الالقاب للجميع: منصور ادم ومصطفى حربي وعبد العظيم بوشي ومحمود سري وعطيه عيد واسامي كتير. بس اللي كان بيزين القايمه دي ويدير كل اللعيبه دي رفيق درب رجب رفاعي الكابتن رجب تومه قائد الفريق، اللي كانوا متشابهين في كل حاجه تقريبا، حتى الاسامي. رجب رفاعي اسمه رجب محمد احمد، ورجب تومه اسمه رجب محمد احمد. مصادفه غريبه. الحديث عن الاستاذ رجب رفاعي حديث ذو شجون، ولكن من المواقف الذي يعني أتذكره إن شاء الله عند حضوره إلى المدينة المنورة في زيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا معا في زيارة المآثر الإسلامية بالمدينة المنورة، مسجد قباء ومسجد القبلتين و7 مساجد وشهداء أحد. وعند صعودنا وعند وصولنا إلى شهداء أحد فبقول للأستاذ رجب يا أخي في جبل الرماة، فممكن تطلع انت في جبل الرماة والمكان اللي كانوا فيه واقفين فيه المسلمين. فقال لي والله يا عوض يا اخي ما في حيل عشان الواحد يطلع لحد فوق. قلت له يا اخي انت رجل رياضي يعني. قال لي يعني انا رياضي في الارض من فوق الجبال. ومن المواقف الطريفه الثانيه دخلنا في مطعم نتغدى بعد زياره المآثر واحنا وخارجين، فالراجل كاشير من ندفع قال له خلاص حسابكم ما مدفوع. يعني يا رجل مين دفع؟ قال والله في واحد دفع. قلت له يا اخي ما في حد، انا هو بس اللي معنا واحد من اولادي. قال والله حسابك مدفوع. فبعد ما حكيت بيقول لي يا اخي خلاص ما دام كده انا ال3 ايام اللي جالس فيهم ما دام كده من المطعم ده كده حسابنا مدفوع، نيجي يوميا نتغدى عنده ال3 ايام اللي احنا موجودين فيه. فالرجل كان يعني رجل كان ظريف في حديثه وانسان سهل ممتنع، ومن الناس اللي يعني نستوحى بالخير عند رب العالمين. والله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته بإذن الله ويطرح البركة في أبنائه وذريته وأحفاده. في سنة 1960 تخرج رجب رفاعي من مدرسة جورتا الإعدادية والتحق بمدرسة المعلمين في قرية جورتا
في النوبه القديمه. وفي مدرسه المعلمين بجورتا كره القدم ما كانش ليها الاهتمام الاكبر زي المدرسه الاعداديه في جورتا من حيث تنظيم المسابقات والمنافسه ما بين الفرق والمدارس مع بعض. فانتشرت فكره المنافسه ما بين نجوع جورتا، كل نجع ليه فريقه وليه جمهوره وليه ملعبه. واثناء دراسه رجب رفاعي في مدرسه المعلمين في جورتا استهوته فكره الدراسه والتعليم والمطالعه والقرايه، وكان من الطلاب المتفوقين دراسيا. عشان كده بعد ما تخرج مدرسه المعلمين بجورتا حب يكمل تعليمه ويستثمر حبه وشغفه للتعليم ويلتحق بمعهد المعلمين باسوان، وده تحديدا سنه 1963 اثناء عمليه تهجير بلاد النوبه. بس قبل ما نتكلم عن حبه وشغفه للتعليم ومعهد المعلمين باسوان خلونا نتكلم عن الجانب الرياضي في حياه رجب رفاعي بعد الهجره النوبيه، عشان النقطه دي مهمه جدا في مستقبله الاداري وخاصة في الرياضة. بعد الهجرة النوبية سنة 1963 لبلاد النوبة الجديدة تم تقسيم قرية جورتا لثلاث أقسام، قرطة أول وثاني وثالث. رجب رفاعي استقر مع أسرته في قرية قرطة ثاني. ومع الهجرة النوبية انتشرت فكرة مراكز الشباب ما بين القرى النوبية. في بادئ الأمر قرية جورتا بأقسامها الثلاثة أول وثاني وثالث كان ليها مركز شباب واحد بس وكان مقرها في قرطة ثالث، فكونوا فريق لقرية جورتا لا يقهر. رجب رفاعي كان من ضمن نجوم الفريق، وده طبعا بقياده رفيق درب ورجب تومه قائد الفريق، وبقياده من الحاج سيد عبد المجيد رئيس المركز وقتها. والشخصيتين دول بصفه خاصه شرب وتعلم منهم رجب رفاعي كيفيه الاداره الرياضيه. نرجع لمرحله التعليم ومدرسه المعلمين في جورتا ومعهد المعلمين باسوان، وركزوا شويه في اللي جاي لان الموضوع تاريخي شويه. قريه جورتا في النوبه القديمه اشتهرت بوجود مدرسه المعلمين، وكان نظام الدراسه فيها 3 سنوات، وتخرج من المدرسه دي مجموعه كبيره من معلمين واساتذه من ابناء النوبه حملوا رساله التربيه والتعليم في كل ارجاء النوبه، ورجب رفاعي كان واحد من هؤلاء الاساتذه العظام. رجب رفاعي استمر في دراسته في مدرسه المعلمين في جورتا لمده سنتين، والسنه الثالثه واللي هي سنه 1963 واللي هي المفروض تكون سنه تخرجه تم تغيير نظام الدراسه في مدرسه المعلمين من 3 سنوات ل5 سنوات. وفي نفس السنه بدات عمليه الهجره النوبيه، وقبل عمليه هجره الاهالي تم افتتاح معهد المعلمين في اسوان، وبالتالي غلق مدرسه المعلمين بجورتا، فبالتالي جميع طلاب مدرسه المعلمين بجورتا انتقلوا لمعهد المعلمين في اسوان، وكان من ضمنهم رجب رفاعي، وكانوا مقيمين في سكن خاص للطلاب في اسوان. وبعد سنتين دراسه في معهد المعلمين باسوان واكتمال عمليه التهجير كليا تم افتتاح معهد المعلمين بنصر النوبه، فبالتالي جميع طلاب معهد المعلمين باسوان وخاصه النوبيين انتقلوا لمعهد المعلمين بنصر النوبه، وكانوا مقيمين في سكن خاص للطلاب. هنا اشتهر رجب رفاعي ما بين طلاب نصر النوبه، وكان ليه انشطه كتير غير الانشطه الرياضيه، نشاط ثقافي واجتماعي وانشطه كتير ما بين الطلاب، واشتهر ما بين الطلاب بهدوء الطبع والاخلاق العاليه. وفي سنه 1967 تخرج رجب رفاعي من معهد المعلمين بنصر النوبه، وكانت دفعته اول دفعه تتخرج من معهد المعلمين بنظام ال5 سنوات، واول دفعه تتخرج من معهد المعلمين بنصر النوبه. يعني رجب رفاعي بدأ بمعلمين جورتا، ثم معهد المعلمين بأسوان، ثم معهد المعلمين بنصر النوبه. عارف في سؤال هيجي في بالك دلوقتي وتسألني امال فين معهد معلمين نصر النوبه؟ الإجابة معرفش. بعد تخرج رجب رفاعي سنة 1967 من معهد المعلمين بنصر النوبه تم تعيينه مباشرة مدرسا في مدرسة بنبان الابتدائية، ثم بعدها مدرسة الفطيرة الابتدائية، وفي سنة 1970 تم تعيينه مدرسا في مدرسة السيالة والمحرقة الابتدائية. استمر في مدرسة السيالة والمحرقة لمدة 8 سنوات، كان مثال للمعلم الفاضل والقدوة لطلاب المدرسة، وممكن تكون فترة عمله في مدرسة السيالة والمحرقة من أفضل فترات عمله في مجال التدريس. الأستاذ رجب رفاعي كان رجل ذو أخلاق، ورجل مهذب، ورجل ذو علم، ورجل ذو ثقافة، ورجل كان أبو الجميع رحمة الله عليه. كنا نعتبره أبو الجميع، أبو المعلمين، ورجل كان حنين بطبعه. فالأستاذ رجب رفاعي كان يدرسنا في السبعينات في مدرسة السيارة المحرقة الابتدائية، وكان من ضمن الحاجات اللي هو درسناش كان مدرس رابعة وخامسة وسادسة، فكان بيجي عندنا في الفصول الصغيرة في أولى ثانية ثالثة. دائما كان يحب الطريقة المغنية والصوفية، وكان دائما يجي يقول لنا تعالوا احنا صغيرين، كان يقول لنا قوموا اذكروا وقولوا الذكر مش الطريقة المغنية. وكان رحمة الله عليه كان راجل فكاهي، وكان ماسك مركز شباب جورتا، وراجل أعماله بارزة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بروحه، وأن يسكنه في فسيح جناته. وسنة 1978 أعير للعمل مدرسا في اليمن، وتحديدا في محافظة عدن،
في مدرسة خميس مزيور الابتدائية، واستمر في عمله مدرسا في اليمن لمدة 4 سنوات من سنة 1978 لسنة 1982. وبعد فترة انتهاء إعارته لليمن تدرج بعدها في وظائف الإدارة التعليمية حتى أصبح موجها عاما لإدارة كومومبو ونصر النوبة. بعد رجوعه من رحلة العمل سنة 1982 ترأس مجلس إدارة مركز شباب قرطة الثاني على مدار أكثر من 20 عام. نهض بمركز شباب قرطة الثاني رياضيا وإنشائيا وثقافيا واجتماعيا، واتطور المركز في عهده وكان بيصنف من أفضل مراكز الشباب مش في نصر النوبة بس بل في أسوان أكملها. ودخل المركز دائرة اهتمام المسؤولين وتعددت زيارتهم لتفقد منشآت وأنشطة المركز، وعلى رأس المسؤولين زيارة وزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عبد العزيز، اللي أثنى على تطور المركز والجهود المبذولة من قبل رئيس المركز رجب رفاعي. ورياضيا فاز مركز شباب قرطة الثاني في عهد رجب رفاعي بالدوري النوبي في كذا مناسبة وعدة مرات. أستاذ رجب رحمة الله عليه ليه فضل علينا كلنا، وأنا خاصة. أنا كنت بلعب في نصر النوبة، بطلت ألعب كورة. هو من جيبه الخاص، والله من جيبه الخاص كان بيديني، بيقول أنت بتمثل البلد ما تمثلش نفسك. بيقول لك يعني كل ما أروح المطوشة وكده بيقول للناس يقعدوا يقول لك ده من جتة، ده من أدندان، ده من بلانة، ده من بلد. لما يقولوا ده من قرطة ده شرف لينا احنا، وأنا ما انساش الفضل بتاع أستاذ رجب رحمة الله عليه. رجب رفاعي في صغره حب وداعب كرة القدم، وفي شبابه أبدع في لعب كرة القدم، وبعد اعتزاله تفوق إداريا في كرة القدم، ولكن مداعبته لكرة القدم كانت أسمى غاياته حتى بعد تقدمه في العمر. زي ما رجب رفاعي كان ليه دور كبير وتأثير في الرياضة كلاعب أو كإدارة رياضية، كان ليه دور اجتماعي كبير ما قلش عن دوره الرياضي. فهو من مؤسسي جمعية تنمية المجتمع بقرطة، بدأ كسكرتير للجمعية ثم أمين صندوق ثم رئيسا للجمعية على مدار 25 عام. ازدهرت أنشطة الجمعية في عهد، فأسس دور الحضانة للأطفال ومكتبة للطفل ومركز تدريب للفتيات وتحفيظ القرآن. وفي الوقت ده تم دعم الجمعية بمنحة أمريكية لا ترد لتطوير وتنمية الجمعية. ورجب رفاعي كان عضو بارز في جمعية تنمية المجتمع النوبي على مستوى محافظة أسوان، ده غير دوره ومشاركته الفعالة في بعض الجمعيات في نصر النوبة زي جمعية رعاية المرضى بنصر النوبة وجمعية تيسير الزواج بنصر النوبة. مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. حي معنا الأستاذ رجب بكل أمانة، احنا نتقدم على ما فعلوا، إن ربنا يجعله في ميزان حسناته. جمعية رعاية المرضى حست بهذا وعملت حفل تأبين بجوار الجمعية، دعت فيه القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية في نصر النوبة كلهم. وأيضا جمعية تيسير الزواج حددت مكان إن شاء الله لما ينتهي المبنى باسم إن شاء الله المغفور له والمرحوم بإذن الله الأستاذ رجب رفاعي. الأستاذ رجب اتعرفت عليه يمكن في سنة 2000 و2002، كنا نعمل لوازم مراكز شباب ضد التدخين وعلاج المدمنين. كان هو رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرطة، كان بيستقبلنا استقبال يعني كرم زيادة عن اللزوم، فتعرفت عليه. وبعدين اشترك معنا في جمعية رعاية المرضى، وكان مؤسس في جمعية تيسير الزواج. كان من أعماله الجميلة وأعماله حلوة إن يجي في أول السنة يدفع لكل أهل قرطة المشتركين معنا في تيسير الزواج ورعاية المرضى، يدفع لهم وياخذ إيصال ويروح في البلد يتحاسب معهم. يعني عمرنا ما تعبنا قلنا له يا حاج رجب هذه اشتراكات الأعضاء، إنما كان يدفع هو بدون ما نقول له يجي لحد المكان ويقول لك طلع لي إيصالات كل واحد، وكنا بنديله. رحم الله الأستاذ رجب رفاعي رحمة واسعة. سياسيا رجب رفاعي كان ليه دور سياسي مهم في المجتمع النوبي. رجب رفاعي كان بيشغل منصب رئيس المجلس المحلي الشعبي القروي وأمين عام الحزب الوطني بقرطة بأقسامها الثلاثة، أول وثاني وثالث. وفي سنة 2002 أحيل رجب رفاعي للتقاعد والمعاش عشان يتفرغ أكتر لدوره في المجتمع النوبي
سواء رياضيا، اجتماعيا، سياسيا، ثقافيا، كل الادوار كان بيقوم بيها رجب رفاعي. وفي سنه 2008 قرر الترجل من قياده مركز شباب قرطة ثاني وتسليم الدفه للشباب بعد اكثر من 20 عام في قياده المركز، والعوده الى صفوف الجماهير لمساندة المركز. رجب رفاعي نال العديد من شهادات التقدير والدروع والتكريم في جميع المجالات، سواء من مديرية الشباب والرياضة أو من مديرية الشؤون الاجتماعية، وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل. وأيضا تم تكريم رجب رفاعي من رابطة أبناء جورتا بالكويت في حفل بهيج أقيم في دولة الكويت تقديرا لجهوده المبذولة في خدمة قريته جورتا. الأستاذ رجب رفاعي رحمة الله عليه قيمة وقامة كبيرة في النوبة وفي قرية جورتا، وله باع طويل في خدمة القرية وأهلها، ومعروف على مستوى المحافظة ومركز النصر النوبة. رحمة الله عليه كان دائما يشجع الشباب على العمل التطوعي في القرية، وأنا أتذكر أنه في سنة 1999 شجعني بصفة شخصية أن أنا أكون عضو مركز شباب القرية مكان من المرحوم الأستاذ سيد برقي، ورحمة الله عليهم جميعا تعلمنا منهم الكثير، وإن شاء الله يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم جميعا. رجب رفاعي كان شبه مقيم ومستقر في الولايات المتحدة الأمريكية، بس ده ما منعوش إنه يتفقد ويتابع أخبار وأحوال أبناء النوبة في كل بقاع الأرض، وكان لا يبخل بتقديم أي استشارة أو مشورة لأبناء النوبة ليستفيدوا من خبراته. وإقامته في الولايات المتحدة الأمريكية لم تثنيه بالاجتماع بأبناء النوبة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان دائم التواجد في جميع التجمعات النوبية جنبا إلى جنب مع أبناء النوبة في أمريكا. وفي مساء 22 مارس 2022 انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الفاضل والاجتماعي الدؤوب الإنسان رجب رفاعي، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن. رحل رجب رفاعي تاركا خلفه إرثا رياضيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا عظيما. حياة رجب رفاعي مليئة بالقصص والمواقف، والفيديو ده نبذة مختصرة عن قصصه ومواقفه. وزي ما قلنا في بداية الفيديو، رجب رفاعي شخصية فريدة من نوعها، ستبقى أعماله خالدة أبد الدهر. سلام.